السفينتان المحملتان بالغاز أويل لم تفرغا بعد حمولتيهما في خزانات معملي دير عمار والزهراني، فالإشكالات المالية لم تنتهي بعد، رغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرت سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار، ولكن رسالة الضمانات لم تأتي بعد من مصرف لبنان لصالح شركة فيتول كي تباشر بإفراغ حمولة السفينتين. وكشفت مصادر في وزارة الطاقة أن الوزير فياض اتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامي لسؤاله عن مصير هذه الرسالة، فأتاه الرد بأن وزارة المال لم تنجز بعد ما يتوجب عليها، وبالتالي يبقى مصرف لبنان بحال الانتظار. هذه المسألة إضافة إلى مسألة إفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل حملهما وزير الطاقة وليد فياض إلى اجتماع اللجنة الوزارية في السرايا الحكومي، وهو طلب هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع هو الأول لها بعد تشكيلها في جلسة حكومة تصريف الأعمال التي انعقدت يوم الأربعاء. وشدد وزير الطاقة على ضرورة الإسراع في إنجاز كل ما له علاقة بسلفة خزينة 62 مليون دولار ليبدأ إفراغ السفينتين، وأن ينسحب ذلك فورا على سفينتي الفيول أويل كي تعمل جميع المعامل في وقت واحد، وليكون عندها بالإمكان رفع ساعات التغذية إلى أكثر من 4 أو 5 ساعات. المهم اللي صار انه وافقت اللجنه على موضوع التعاطي مع الفيول اي والبي بنفس الطريقه مع الغاز اويل، لان الاحتياج لكهرباء لبنان بيستعملون على مراحل بزياده التغذيه، حيث كان الموافقه الثانيه او الاعتماد التوصيات تبع وزاره الطاقه والكهرباء لبنان اللي متعلقين بموضوع المؤازره اللي عايزينها لنزع التعديات، وهون كان في التزام من وزير الداخليه واضح لتامين هذه المؤازره، كان في التزام من العناصر من قيادة الجيش اللي موجودة انه اذا احتاج الامر هن ببعض المحلات ممكن يتدخلوا. ما تقول كهرباء ليصير الفيول بالمكيول، والمكيول ينتظر التمويل، والأهم ألا تكون هناك أي عرقلة لانطلاق خطة الطوارئ هذه، فالنتيجة لن تكون هذه المرة سوى إطفاء معامل الإنتاج في شكل كلي.